كريستيانو رونالدو عنده طريقة صارمة جدا لتربية بطل. تعالوا نشوف إزاي بيعمل ده. طبعا رونالدو عايش في عالم من الرفاهية ملوش آخر، عربيات، بيوت، وحتى جزيرة خاصة. لكن ابنه كريستيانو جونيور عايش حياة تانية خالص، كلها انضباط وحاجات ممنوعة. طيب، أول حاجة في طريقته بناء الجسم. الموضوع ده عنده خط أحمر. في بيت رونالدو مفيش حاجة اسمها أكل مش صحي، خصوصاً الشوكولاتة والمشروبات الغازية. فاكرين لما زق إزازة كوكاكولا؟ الحركة دي كلفت الشركة 4 مليار دولار. مرة كتب على فيديو لابنه: أكلنا آيس كريم، دلوقتي لازم نحرق السعرات، كل حاجة بحساب. طيب، والجزء التاني حماية العقل، وده يمكن يكون الأصعب. رونالدو عارف إن التكنولوجيا ساعدته، بس خايف إنها تشتت ابنه عن الكورة. ابنه مرة قال له: بابا، ممكن تجيب لي آيفون؟ كل صحابي معاهم. طبعا كان الرد لا. السوشيال ميديا كمان ممنوعة. بس مرة جونيور قرر يكسر القاعدة دي وفتح حساب انستجرام. تخيلوا، في كام ساعة بس الحساب جاب 2 مليون مشاهدة. بس أول ما رونالدو عرف، الحساب اتمسح. في نفس اليوم الموضوع كان منتهي. نيجي بقى للجزء الثالث، ازاي يتجنب مشاكل ومصايد الحياة. دايما بينصحوا خليك حذر في علاقاتك وابعد عن أي حد ممكن يأثر عليك بالسلب. وعنده قاعدة واضحة وصريحة: ممنوع الكحوليات والسجاير تماما، حتى الأماكن اللي فيهم. إذن كل القواعد دي بتشكل مع بعض فلسفة رونالدو الكاملة. طريقته دي عبارة عن خلطة: تدريب قاسي، انضباط عقلي، وبناء شخصية قوية. رونالدو نفسه قالها: أنا عايزه يفكر إنه لازم يكون الأفضل. وهنا السؤال: هل دي فعلا وصفة لصناعة بطل، ولا مجرد حمل تقيل لإرث أبوه؟